السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما حبايبي تكونوا بألف خير. بصوا بقى الوصفة الحلوة بتاعتنا النهاردة دي. هي كانت فاهيتا وقلبت في الآخر بشاورما. عايزة اقول لكم هي الطعم طعم فاهيتا لكن الشكل الخارجي عملتها زي سندوتشات الشاورما كده. وصفة بقى حلوة قوي، خليها عندك في الفريزر او التلاجة هتنفعك جدا جدا، وتقدري تطلعيها في اي وقت. انا معايا هنا كيلو من الصدور البانيه، وتقدري تستخدمي الكمية اللي انتي متاحة يعني ليكي. معايا هنا 3 بصلات متوسطين الحجم، يعني يعني مش كبار قوي. لو البصل كان كبير يبقى بصلتين كبار. معايا هنا فلفل اللي لقيته عندي احمر واخضر، وقرن شطه كده. حابه كمان تضيفي الاصفر هيبقى افضل يعني. بس كده يا حبايبي، هقطعهم زي سلايز او جوانح. بيفضل يعني التقطيعه دي عن انك انتي تبشريه او تفرميه، علشان يبقى زي الفاهيتا كده. كمان هقطع بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين بالجنب كده زي ما انتوا شايفينه. جميل جدا جدا جدا. الوصفة دي عجبت الولاد وهتعجبكم، انا واثقة انها هتعجبكم. بصي يعني انا ده بواقي التلاجة، يعني لقيت عندي فلفل، لقيت عندي خضار يعني تقدري تحطيه. مفيش زي ما اقولك حطي فلفل اخضر، المهم انك انتي ما تصعبيش على نفسك. قطعت بقى الفلفل زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا البانيه حاطه في ميه وملح وغسلاه كويس جدا بالجنزبيل والميه والملح قبل كده معاكم في فيديو. تقطيعه بقى ازاي البانيه ده؟ هو انا بجيب بانيه عادي خالص من عند بتاع الفراخ، او لو انا اللي هخلي مفيش مشكلة يعني. بقطعه بالطول شرايح طولية. شايفين الطول؟ يعني بطول القطعة كده انا عايزاها طويلة اهو. بصوا زي صوابع البطاطس كده. ايه؟ علشان ما يكشش مني ويبقى قطع صغيرة زي الشاورما كده، لا، انا عايزاه هنا يبقى طويل كده. بطول البانيه اهو. بصوا عشان يبقى يعني يبقى شكله حلو في الوصفة بتاعتنا. بس كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. بالمناسبة انا حابة يعني اشكركم جدا جدا على الناس اللي بتدعمني وعلى الكومنتات الحلوة بتاعتكم، وكمان الناس اللي مشتركة معايا، بتشترك معايا جديد في القناة. على راسي، وانا مبسوطة جدا جدا لما بشوف الحمد لله ان مطبخ السوم بيكبر. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بس انا نفسي يعني ما تنسوش اللايك، علشان اللايك بيفرق جدا جدا معايا في الفيديو. بيفرق في ايه؟ اللايكات بتفرق في ان الفيديو بيتشاف، وان اليوتيوب بيقترحه يعني. فمش هيأثر معاكم في حاجة ان كنتوا تحطوا لايك لو الوصفة عجبتكم. لو بقى الوصفة ما عجبتكوش لكم حرية الاختيار. بس كده عشان نرجع تاني بقى للفراخ بتاعتنا الجميلة الفاهيتا دي ان شاء الله. حطيت الفراخ على الخضار اللي معايا ده وقلبته كويس جدا اهو. زي ما انتوا شايفين لغاية دلوقتي انا ما عملتش اي دريسنج او اي صوص ان انا هتبله. انا هنا كنت رايحه مشوار فسبته يتبل التتبيله اللي انا هوريها لكم دي، وسبته حوالي ساعتين. وجيت اشتغلت على طول. بصوا بقى هنا معايا هنا علبة من الزبادي، طبعا على حسب كمية الفراخ. لو انتي نص كيلو ممكن تاخدي نص العلبة بس. هنزل هنا عليها بملح، بابريكا، فلفل اسمر، وكمان حبهان بودر، وتوم باودر، وبصل باودر. وهقول لكم كمان السر اللي بيخلي ريحة الفاهيتا حلوة. انا بحط لها خلطة الشاورما السوري. بصوا يا جماعة الخلطات بتاعت كنور دي ممتازة جدا جدا. انا هنا حطيت كيس كامل، وكمان هحط رشة من الزعتر الناشف. عايزة تحطي زعتر فريش مفيش مشكلة، المتاح قدامك. وكمان معايا هنا فلفل اسمر زي ما قلت لكم. تمام تمام كده. هنزل كمان بروزماري. الروزماري بيبقى جميل جدا في وصفات الفراخ، جربوه ودخلوه في اي وصفة للفراخ عندكم هيعجبكم جدا. حطيت بقى هنا بودرة من البصل وبودرة ثوم علشان برضو تعزز النكهة بتاعتي وتخلي طعم الفراخ بتاعتي غنية، وتبقى ليها طعم كده مدخن من التتبيلة بتاعت كنور كمان مع اللي انا حطيته ده. هنزل كمان معايا هنا بربع كوباية من الخل الابيض. ربع كوباية من الخل الابيض.
ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف علشان تبقى سهله ليكم. اللي ما يعرفش صندوق الوصف هتلاقوا فيه سهم صغير كده تحت الفيديو، مثلث كده صغير سهم، دوسي عليه هيطلع لك صندوق الوصف فيه المكونات. عملت بقى، قلبت كويس جدا جدا التتبيله اللي انتوا شايفينها دي، وهبدا انزل بالفراخ، انزل عليها بالفراخ والخضار. وهنا ليه ما تبلتش الفراخ لوحدها وعملت الخضار في وقته، يعني لما جيت اسوي علشان الخضار ياخد من طعم التتبيله. انا عايزه كل حاجه تبقى واخده من طعم بعض، يعني تبقى ممتزجه كويس جدا. وهنا زي ما قلت لكم هقلبه كويس جدا واسيبه ساعتين، لمده ساعتين. لو انتي مستعجله اشتغلي على طول، بس الافضل انك انتي تسيبيه. ولو انتي مش مستعجله ومن النوع اللي بتحبي تنظمي يعني وقتك، او تطلعي الغدا بتاعك من بالليل زي حالاتي كده، يا ريت بتعمليه من بالليل وتحطيه برضو في التلاجة، بيبقى افضل يعني. بس كده، بصوا بقى التتبيله دي جميله جدا جدا. تقدري كمان لو انت موظفه تقدري تعملي الكميه دي وتحطيها في علب في التلاجة في الفريزر، وتطلعي منها تقعد معاكي اكتر من شهر. زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا جدا. نسيت اوريكم برضو ان انا حاطه حبهان بودر والورق لوري بودر. لو ما عندكيش حطي الحبه، يعني حاولي حطي الحبهان، لانه بيخلي الفراخ ليها طعم حلو، بيدي طعم حلو للانسجه بتاعه الفراخ كمان. بس كده سبته و رحت مشواري ورجعت. جبت بقى طاسه على النار، حطيت فيها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل هنا بالفراخ بتاعتي بالخضار. هعمل لها صدمة زي ما انتوا شايفين كده على نار عالية. ليه نار عالية؟ علشان انا مش عايزاها تطرى وتنزل مية، زي ما انتوا شايفين كده اهو. عايزه اقول لكم انا عندي الوجبه دي بيحبوها جدا جدا، سواء بقى كانت فاهيتا سواء كانت شاورما، اي حاجه بتبقى تتعمل زي سندوتشات والحاجات دي الولاد بيحبوها جدا. تمام تمام. هقلب بقى فيها. بصوا بقى هنا دي تقليبه ايه، محترفين يعني. لايك بقى للتقليبه الحلوه دي. يا رب يا رب يسعد قلب كل من بيحط لي لايك للفيديوهات بتاعتي، علشان انا يعني مش هكبر غير بدعمكم ليا. وربنا يديمكم النعمة، دايما بدعي النعمة، يعني الدعوة دي ان ربنا يديمكم نعمة في حياتي. بصوا بقى خلاص هنا كانت الفاهيتا بتاعتي خلاص استوت اهو. بصوا شكلها عامل ازاي، وبصوا الفراخ محتفظه ازاي بالطول بتاعها، ما كشتش قوي لاني مش مقطعاها زي ما قلت لكم. وبرده الخضار زي البصل والفلفل ما تبلش قوي او ما انهريش. بصوا بقى هنا معايا عيش تورتيلا. بصراحه انا ما كانش عندي وقت ان انا اعمله، يعني بس انتوا عارفين انا عملته معاكم قبل كده في القناه مرتين، فجبته. وكمان عملت طحينه بسرعه، عملت سلطه طحينه، وبدات بقى اعمل السندوتشات بسرعه. بصوا عايزه اقول لكم الاكله دي ما خدتش مني اكتر من بالظبط من اول السوا بالعمايل ربع ساعه بالظبط، وكان السندوتشات جاهزه معايا. وما شاء الله عملت كميه حلوه. بصوا بقى هنا مليت بقى السندوتشات، علشان كده اللي ياخد واحد خلاص يعني يبقى ايه شبع منه. عايزه بقى تحطي مايونيز، حطي كاتشب، حطي هوت صوص، مستردة، اللي يعجبك. معايا هنا كمان عندي انا بعملها على طول في التلاجة واحتفظ بيها، تومية بتبقى حلوة خالص في السندوتشات دي. وكمان خيار مخلل اهو، وكمان لفت، ده لفت مخلل يعني كنت جايباه كده من محل سوري، اللفت والخيار المخلل ده. وبعدين قفلت بقى السندوتش زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. عايزه اقول لكم ان العيش ده كمان بحتفظ بيه في الفريزر، يعني كل واحد في كيس كده منفصل، علشان لما اجي اطلعه ما يبقاش مكسر او اعرف افكه من بعض. وزي ما انتم شايفين السندوتش كده بمنتهى الجمال والسهوله، ما خدش مني اي حاجه. وهنا السندوتش التاني عملته بالتوميه بس، ما حطيتش طحينه، ما دهنتش يعني الطحينه من تحت. وزي ما انتم شايفين كده هحط برضو الفراخ، وزي ما يعني عمرنا ما هنلاقي بره بالطريقه دي ولا النظافه دي، وعاملاها بايديكي وما خدتش منك وقت خالص. وعايزه اقولك لو نص كيلو من البانيه يكفي 3 افراد او 4 افراد، لو يعني مش اكيله قوي.
يعني شوفي هيعملوا كام ساندوتش، يعني النص كيلو ممكن يعملوا لك 8 ساندوتشات. شوفي بقى انت لو تجيبي الساندوتش من بره 30 او 35 هيكلفك قد ايه. وشوفي بقى نص كيلو البانيه، وخليكي كده شاطره وموفره ومدبره في بيتك، وفرحي كده ولادك، وحبي الحاجه اللي انت بتعمليها علشان تطلع حلوه. انت بتعملي لولادك، يعني المفروض تقدمي لهم احسن حاجه، وانت مبسوطه كده، وفي سعاده ان هم هياكلوا الحاجه وهم مبسوطين وبيشكروكي. هنا بقى جبت الجريلا، حطيت فيها نقطة من الزيت مش اكتر من كده، ودهنت بيها الجريلا بتاعتي علشان بس تديني التضليعة بتاعة الجريلا. وهرص السندوتشات زي ما انتوا شايفين كده، بس علشان اقفلها كويس، وكمان علشان خاطر اديها الشكل الحلو. ويا سلام بقى لو تحطي جواها موتزاريلا مثلا تسيح، او تشيدر، فهتسيح وهتبقى جميلة. قفلت عليها بس كده دقيقتين لغاية ما اديت لها الوش التاني. شايفين بقى الجمال ده يستاهل الاحلى لايك ولا لا؟ بصوا، لا تقولولي بقى ابو عمار السوري ولا الدمشقي ولا اي حد من الناس السوريين، بنعتذر لهم. الحمد لله احنا برضو مصريين وبنقدر نعمل الحاجات الحلوة يعني. وده كان السندوتشات معايا مقرمشة وجميلة وطعمها جميل جدا من جوه ونضيفة، وعاملاها بايدك. وعايزة اقولك تقدري تحطي فيها بطاطس، تحطي فيها اللي انت عايزاه. ده كان فيديو النهاردة. بصوا بقى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم وخفيف عليكم. لو عجبكم بقى هتحطوا اللايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وان شاء الله فيديوهاتي تكون عجباكم. انتوا اجمل عيلة ليا، وبحبكم جدا جدا جدا. والسلام.